السلام جمال. شكرا لك. جمال عندي سؤال ولكن حيكون مغاير. راح نحاول المنتخب الوطني الجزائري. اللاعبين راهم مقبلين على اول مباراه، مقبلين على فعاليات كان كوت ديفوار اللي راح تكون اول مباراه للمنتخب الوطني الجزائري يوم 15 جونفي هذا الشهر. واش تقول لهم كرساله تشجيعيه تدعيميه كلاعب سابق؟ يعني كانت عندك خبره في افريقيا، نعرفوا الكواليس واش كاين، نعرفوا اشياء كثيره، يعني توعويه هذه الرساله. شكرا. بون الويكاند ان شاء الله يلعبوا في الماتش تاعهم. انا عندي كونفيونس في ليكيب هذه بيسك. علاش عندي كونفيونس؟ بيك كاين مازال سي فري كاين دي جوار جدد ما يعرفوش لافريك، مي كاين دي جوار اللي تعلموا ديجا من افريك. انا جو بونس كو لازم ندعموهم، ما باليش من بعيد، بيسك الجوار كيكون في المنتخب ولا كيكون في اي بلاصه لازم الناس دير في بالها هذو لما يروحوا لي بلاطو ولا يروحوا لهذه اي واحد، ما نفيزي حتى واحد مهما كانت الصفه تاعو صحفي ولا لاعب سابق ولا لاعب دولي ولا بيستو كاين ما ماشي تاع بالون يهضر على الغالي. انا نشوف بلي لي جوار يشوفوا هذا الامر، وباش تهضر على واحد هكا ديريكت تاتاكي واحد صرا ديجا في 2019 لازم يدوا الدرس. صرا تاتاكاو الناس بعد كي داو هذوك كي جات لاكوب دافريك خلاص عاودوا داروا، اللي هرب اللي قاعد ما لازمش تكون هكا. هذه ناسيونال دي فوا نحسوا بلي كاين ناس راهم حابين لي شاك ما على باليش اسباب شخصيه، ما كاش. هذه ايكيب ناسيونال سي بلاد، سي قلبنا يكون قاعد تما. لازم نعاونوا هاد لي جوار، لازم يشوفوا بلي الشعب راه بوزيتيف وراهم معاهم مهما كانت الصفه. بعد كي تخلص لاكان هذه اذا ان شاء الله فرحونا انا نفرحوا كامل، واذا حنا ماذا بينا نفرحوا ماناش حابين نهضروا على هذه. ان شاء الله يكونوا في المستوى، ان شاء الله يكونوا تعلموا شي من افريك، وش بونس كو هذا 16 تاع البوغو هذا يفيدهم اكثر واكثر باذن الله.